اهلي مشطشط، اقسم بالله مشطشط والله، مولع عليا النعمه ابو جلابيه المطرشه من الاهلي ده بجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من مش عارف الاسم عشان لسه مفيش اسم، بس هنشوف الحوار ده. مبدئيا كده انا لابس شياكه واناقه، شايف اللذاذه، شايف العسل، مش شكلي حلو النهارده. يوم الجمعه الجايه في ماتش بين الاهلي المصري والاتحاد السعودي، اتحاد جده. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا هنكسب لان ده الطبيعي. بس المشكله ان اتحاد جده كسب اوكلاند سيتي 3 مع الرأفه، كسبوا كده اللي هو كده. ومن ساعتها بقى يا اسطى هو قاعد يقول لك ايه 1-2 طعميه راحت فين. فانا الفيديو دوت انا مش جاي اقلل من حد، مش جاي اقلل من فريق، مش جاي اقلل من بلد، احنا كلنا اخوات، كلنا اصحاب، كلنا جيران، فمش عايزين نقعد نقلل من بعض، الحوار زاد عن حجمه. امال انا جاي اعمل ايه النهارده؟ انا جاي اجمع لك كل الفيديوهات، هنجمع كل الفيديوهات اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله احنا بعد الماتش يوم الجمعه هنحفل بيها. انا بجمعها لك كلها هنا، على بقى نشوف قالوا علينا ايه ولا ايه اللي حصل. الاتحاد واوكلاند سيتي باذن الله 3-1 للعميد ان شاء الله. وبعدها اذا تاهلتوا تلعبون مع الاهلي المصري، كم توقع؟ لا كعبنا معروف، كعبنا عالي الاهلي المصري. يا جماعه لعبنا كام مره اصلا؟ المصري لعبنا 5 مرات، 3 انتصارات وتعادلين. لا هي مره واحده كانت رسميه. الاهلي المصري ما يعتبر مثل الاتحاد الصراحه. نقول الاهلي المصري ماشي. بطل افريقيا. احنا المواجهه بس السيتي، احنا ايش همنا السيتي، غير السيتي ما همنا. يا خوفي همك لا البرازيل يا خوفي. المصري ولا لا. كنا مره برضه حد كده بس كان لابس يعني كان اسمه الهلال عمل كده برضه. السيتي هنا عاد شيء ثاني، السيتي شيء ثاني يعني. شوف اذا انصاب هالاند يعني ان شاء الله في امل. فكر نفسك الاهلي عشان هالاند يتصاب. بلاش، انا بقول لكم بلاش. 1-2 طعميه راحت فين؟ يوم الجمعه هتبقى 1-2 الكبسه راحت فين؟ بلاش يا جدعان. استنوا لما تكسبوا الماتش، اقسم بالله مش عشان انا اهلاوي، ده عشان كنتوا. استنوا لما تكسبوا الماتش واعملوا اللي انتوا عايزينه، انما كده يعني بجد مش عارف من غيركم كنا جبنا محتوى ازاي يوم الجمعه بجد. يا ويلكم الاتجاه يا عم يا عم ده قلنا ماتش كوره مش حوار، في ايه يا عم؟ انت خارج منين يا عم؟ لكم يا ويلكم. الاهلي المصري دخل هنا بالجحيم واندفن مع الطلع. ما بلاش يلا والله العظيم ملوم امان. انت بتعمل كده على فكره، انت بتساعدنا، اقسم بالله انتوا ما بتعرفوش تعملوا ايه، انتوا بتساعدونا يا جدعان. بلاش استنى يوم الجمعه، ما بيرحموش ولا هم ولا جمهورهم، اقسم بالله مش هنرحم. خليك بعد يوم الجمعه، يعني كنت جيت مثلا ايه الكلام ده يبقى الساعه 10 يوم الجمعه، اعمل اللي انت عايزه بقى، اللي هو دخل جوه واندفن، دخل جوه ما طلعش ماشي، انما دلوقتي وقبل الماتش بلاش. الاهلي ندق 4 افتكر اني قلت لك بلاش. 4 4 دي كانت فين قبل كده؟ استنى كده، استنى الهلال. انتوا اكلتوها كتير، اكلتوها كتير في ارضكم وخارج ارضكم. صغير مصر، الزمالك كبير مصر براحتك. والاهلي الصغير. تستفز ده الاهلي بالزمالك؟ الاهلي والزمالك واحد عموما، احنا في السعوديه يعني الاثنين من نفس البلد، فالاثنين جمهورهم هيبقى واحد. سيبك انت من اللي انت بتشوفه على الميديا دوت، احنا في حته تانية بجد والله. احنا كمصريين ما تعرفناش مالكه، يعني احنا نتخانق مع بعض ونضرب بعض بس احنا بنشجع بعض، حتى لو ايه بنشجع بعض. هذه المباراة أنا منتظرها ترى من يوم فزتوا على الهلال 4. انا الحراق المشطشط، اقسم بالله المشطشط حراق. مش صايب على الاتحاد يا باشا، بس انتوا كبار على الزمالك والهلال. مش عليه. ماشي، يوم الجمعه ممكن نبقى كبار على الزمالك وعلى الهلال وعلى الاتحاد، الله اعلم. عد الشرف يعني، ربنا مخبينا ايه. قلبنا عالي عليكم، 5 مواجهات بيننا 2 يعني ايه حوار 5 مواجهات دول يا جدعان؟ ايه حوار 5 مواجهات يا جدعان؟ انتوا كسبتونا في 2005، ده رسميه، اللي قبل كده بتهيألي ما كانش رسمي. تعادلات 3 انتصارات. يا كهرباء والله حتتكي. كهربا المشطشط، كهربا المولع، يا مولعهم يا كهربا يا مولعهم. طبعا يا لعيبه الاهلي انتوا معين تنزلوا تاكلوهم يا مبدع. انت اصلا كنت وسط طب بص والله العظيم بجد سيبك من الهزار بقى، دي لفته انسانيه يعني. ده واحد اهلاوي هو اللي كان عامل معاهم اللقاءات والدنيا ماشيه والناس بتضحك والناس بتهزر. ليه انتوا بقى متعصبين وقاعدين تزعقوا ليه بقى؟ يعني ليه انتوا بقى متعصبين على السوشيال ميديا وفي شتايم هنا وشتايم هنا؟ يعني الدنيا سهله يا جدعان، مصر والسعوديه اخوات يعني، ماشي. 40 مليون عشاك وبيعشق كورة، وانت في عينيهم الأهلي الأسطورة، فرحتنا معاه والنصر بنتمناه. امامكم مباراة بعدها امام الاهلي المصري بانتظار. الاهلي لعبتنا
لعبنا يا جدعان لعبكم انتوا حاطين كسبتونا امتى يا جدعان؟ ايه ماتش خلاص بقينا لعبكم كسبتونا امتى؟ معاه هو في قمه لعيبه الكبار اللي هو حسني مبارك اصلا حسني مبارك اصلا. انت كنت بتلعبنا ايه؟ وزير الداخليه ده ولا انت كنت بتلعبنا ازاي يا ابني؟ كنا بنلعب دول حرب. حسني مبارك يا رئيس الدوله قبل نفسك. حسني مبارك مين؟ فوق. طيب هذا واضح انه الخوف لا والله كارثه يا عيني خايف ما تخافش. اهدى ما تخافش عين الاهلي اهو خبيته اتكلم يلا. طيب خبيته، ابو تريكه ايوه واسمع عليه محمد تريكه اكيد. لكن الحين بيجينا محمود كهرباء لعبتنا والله حسني مبارك. لكن امامكم مباراه بعدها. تعرف انا بقيت خايف عليكم من كهرباء. الواد ده غدار على فكره، الواد ده ملوش حل. خايف عليكم. فاكر لما جاب الهلال قام راح رافع الكوره كده من فوق الولا قام حاططها في البعيده؟ فاكر الماتش ده؟ امام الاهلي المصري بانتظار. يا جدعان دخلت بفانلة الاهلي في وسط جمهور والطس الاتحاد. خلينا نقول ان جمهور الاتحاد جمهور نار جبار. خش معانا يا باشا. الاهلي له جمهوره، اي نعم بنلعب على ارضهم بس الاهلي له جمهوره. مبروك للاتحاد. مشيت بفانلة الاهلي في وسط الجمهور النار ده، وده كان رد فعلهم. باين عليك. كان الراجل ده اجي قبل اقعد في بلد احسن. شوف الحب. انا واحد اهلاوي وسط جماهير الاتحاد، هم بيقولوا له 1-2 الطعميه راحت فين؟ وهو بيقول لهم 1-2 كام صح؟ يا جدعان والله بنهزر والكره خفيفه والدنيا عسل، انت بس اللي شدت الدنيا. ده ما يمنعش ان ده برضه هيكسب. الكبسه راحت فين؟ يعني مش هنغني 1-2 الكبسه راحت فين؟ اللي وقف دوت اللي قاعد يعمل لك كده ده، اتفرج عليه بعد الماتش هتلاقيه في الانعاش بجد. شفت جمهور الاهلي بيقول لجمهور الاتحاد. ايوه بقى اعملوا له اغاني بقى لكاس العالم بقى، اعملوا اي حاجه يا جدعان. يلا جدة ايه بيقول له ايه؟ وش يا كريم السوري ولا بنزيما ولا حجازي، بيرسي تو هو الاساسي ولا بنزيما ولا حجازي. شفت الدنيا؟ اقسم بالله ده اكبر اثبات ان الدنيا دي ملهاش امان. تخيل الحكومه كريم بنزيما اللي كان مولعها في اسبانيا وريال مدريد وفرنسا دلوقتي بقى بيتقارن ببيرسي تاو. مش قصدي حاجه برضه ده هيكسب وده في حته تانيه، بس انا قصدي على شوف الدنيا يا اخي، اقسم بالله شوف الدنيا. الحمد لله. بيرسي تو هو الاساسي. الاتحاد مرعوب من ايه؟ اصل الاهلي جاي عليه. الاتحاد مرعوب من ايه؟ اصل الاهلي جاي عليه. فاكر الاغاني اللي كنا بنعملها زمان في المدارس لما كنا بنلعب دوريات المدارس، اللي هو يبقى البنات واقفه هنا على الرصيف والبنات واقفه على الرصيف الثاني، وفي نص الماتش اللي بيقول لك اولى تاني خيبتها ثالثه اول كسبتها. عارف انت الحوار ده؟ اهو ده والله. كاس العالم للابطال والاهلي هيعملها يا خال. كاس العالم للابطال. رجع التاريخ، الاتحاد كعبه عالي على الاهلي المصري. يا جدعان التاريخ ده عملتوه امتى؟ بجد التاريخ ايه؟ بصوا انا مش عايز اقول حاجات يعني كده، بس التاريخ يعني الاهلي، التاريخ هو الاهلي. معلش حبايبنا الاهلاويه في اغنيه اسمها هوبا تاني رجعنا ليكم. هدايا لكم يا حبايبنا. انتظروا يوم الجمعه هوبا تاني رجعنا ليكم ديت هتسمع في كل حته في مصر. انظرونا واهلا فيكم في مدينه النمور ومونديال النمور. ما اظنش قلت ان شاء الله، ما قلتش ان شاء الله. شوف الله كل حاجه نحن الاهلي سيتي ان شاء الله يجي نكرمه في جده باذن الله، ياخذ عيديات ياخذ كل حاجه. نفس اللي كان يتقال ايام ما كنا بنلعب الهلال، والله هو نفس الكلام ونفس كل حاجه. تحس ان يعني يا اخي بقى ولا انتوا اتعودتوا بقى. طبعا عالي للاهلي طبعا العالم بيفوز. هو ايه اللي حوارك ابوكوا على يا جدعان؟ ما تسيبوناش بقى المباريات قابلنا معاهم كل المباريات. على فكره انتوا بتعملوا ده بيشجعنا اكتر. صدقني انت اقسم بالله انتوا لو عايزين انتوا تشجعوا جماهير الاهلي مش تعملوا كده. مش جماهير الاهلي، لعيبه كمان. يعني انت تنزل تلاقي اللعيبه بتاكل في اي حاجه. واثقين فيكم، انا واثق فيكم، مش لازم انا واثق فيكم. ها لاعب الاهلي حيفوز، حيلاعب فلومينسي ويفوز، حيلاعب السيتي وفلنتيات ونفوز باذن الله. باذن الله اننا هزمنا الاهلي المصري
طالما قال باذن الله يبقى خلاص. شوف هم اخواننا بس ان شاء الله فايزين. الله يوفقهم، لكن زي ما قال منصور بلوي احنا ما نبغاكم، احنا نبغى اللي بعدكم. يا سلام، يعني اهل مصر مخلصين عليه، مخلصين عليه، لان مصر ان شاء الله تنجح، ومع احترامي لهم كل التوفيق لنا. حوار الجيب ده نشوف بعدين. عارفينكم ومتعودين علينا، ونكررها باذن الله يوم الجمعه. رجع التاريخ الاتحاد من كل مكان جايين للأهلي، ده الأهلي كان غالي علينا، لو رحت فين بلغ بيندهلي. تشكيل النادي الاهلي. كاس العالم احنا جايين، ناكل الاهلي المصري زي المرسى. الاتحاد قدرة كعبه عالي على الاهلي المصري، الاتحاد بيفوز على الاهلي المصري. سياحكم طرب، اقسم بالله سياح طرب بجد بجد، يعني بجد لعيبه الاهلي ما كسبوش ولا بتهزر. بياخذوا بيشربوا زي المويه. احنا نفكر بالست على طول. تعال جدة تعال، هتاخذ حلاوتك. Wake up to reality. بس الحمد لله الخوف ده راح، انا بقيت مرعوب. ايه يعني عندكم بنزيما؟ انا هخش لكم بالفرده التقيله بتاعتنا. جاهزين بالسلاح جايين، انتوا اللي خايفين. هي فرده كبيره والنبي يا كولر قعد موديست على الدكه. ويا عم لو جبنا مركز حلو في كاس العالم، لو كسبنا الاتحاد يا عم هنعمل مظاهره ونخلي الاهلي يجدد له كمان سنتين، ويجدد لك انت كمان لو عايز. قعدوا بس على الدكه والنبي ما تنزلوا بجد، ما تنزلوش، مش قادرين والله ما قادرين. كبيره مش تقيله، بس الاتنين واحد. انا متوسم خير في موديست، مش عارف ليه في البطوله دي. الاتحاد بيواجه الاهلي في ربع نهائي كاس العالم بعد ما كسب اوكلاند 3-0. الاتحاد باول مره في تاريخه يسجل 3 في ماتش في كاس العالم، وسجلهم كلهم في شوط واحد. والاغرب من كده ان الثلاثه اللي سجلوا والثلاثه كسبوا كاس العالم، روما وبنزو وكانتي. بنزيما بيكون اول لاعب في التاريخ يسجل في 4 نسخ مختلفه من كاس العالم. والله لا اجيبه لك تاني. خش يا جدي. جاهزين تنتقلون إلى محطة أكبر أيضا في هذه البطولة، وتواجهون أيضا بطل أفريقيا والنادي الأهلي، وأنت أكيد عارف النادي الأهلي. مباراة أيضا لن تكون سهلة. لا طبعا ما فيش مباراة سهلة، حتى مباراة النهارده ما كانتش سهلة. ابننا حجازي خلي بالكم منه، كابيتانو راجل محترم، بيتكلم على فريقه اللي هو بيلعب فيه. ما فيش يعني اي حد يخش يقول له انت ازاي تتكلم كده على الاهلي. الراجل بيتكلم بكل احترام، بيتكلم على فريقه اللي هو المفروض فيه دلوقتي، ولا هيقول لك يا عم احنا هنكسب الاهلي. قوية عربية، وان شاء الله نحقق المكسب والمطلوب ونفرح الجماهير بتاعتنا ان شاء الله. حجازي عايز ارجعك الاهلي. الواد محمد عبد المنعم كده شكله بدا يخرف، وشكلنا هنفلسعه قريب. بالحب هنجيبك معانا في الطياره واحنا جايين. ليكم الا منظر جمهور بحبك شيخ، والنعم بحبك. يلي غابت عنه هيدي البطولة اللي يشارك فيها سنين طويلة، عم بعود لحتى يثبت حاله امام كل العالم وكل الاندية العربية والاجنبية انه نادي الاتحاد بامكانه يفوز بكأس العالم للاندية. انا عندي مشكلة مع الاغاني اللي بيحطها، بحس ساعات انه بيحط الاغاني مش حاطط اغاني كورة او مش يعني ما بفهمش فيديوهاته. والله بجد ما بفهم فيديوهاته. تلاقي عامل الفيديو بعده طول عامل عكسه، اللي هو انت بتوحد القطرين يعني، ولا انت بتعمل ايه؟ مش فاهم. فانا بحب بوجود هيك تشكيلة. انت بتشجع الاتحاد، انا كده وثقت في الاهلي هيكسب. طالما ده بيشجع الاتحاد يبقى الاهلي هيكسب. هيك نجوم، هيك لعيبة عالمية بوجود بنزيما كانتي وكل هيدي اللعيبة، الا انه نادي الاتحاد ليس مستحيل ابدا انه يفوز بكأس العالم للأندية كأول نادي عربي عبر التاريخ. ما ننسى أيضا أكثر من شارك بتاريخ كأس العالم للأندية، النسور ملوك إفريقيا. مالكش دعوة نادي الأهلي المصري يلي بيملك خبرة كبيرة بهيدي البطولة. نحن كعرب من الواجب علينا إنه نشجع هالناديين. أنت إنما أنا بشجع الأهلي، مؤاخذة الاتحاد بس أهلاوي، وأنت كاتحادي تشجع الاتحاد اتحاداوي. ده بقى يقعد ساكت عشان ده بيعصبني، ده كل ما بيتكلم بيعصبني. انت كهلالي ولا نصراوي ولا اهلاوي ولا زملكاوي، من الواجب عليك انك تشجع اولاد بلدك، لانه هيدي البطولة مش محلية، هيدي بطولة عالمية. نفتخر انه نحن كعرب نشجع ونشوف نادي عربي مثل الاتحاد او الاهلي عم يحمل كأس العالم للاندية كاول فريق عبر التاريخ بين جميع. من شوية انتهت مباراة اتحاد جدة السعودي واوكلاند سيتي، وعندي سؤال مهم جدا عايز اسأله. هو نادي اوكلاند سيتي النيوزيلندي ده هو بطل قارة اوكيانوسيا؟ ده اللي انا اعرفه. اعرف ان النادي ده هو بطل قارة. فين بقى
بقى قاره اوكيانوسيا دي؟ والله ما اعرف. عشان الم 10 من اصحابي، 10 من اصحابي المهم، ونروح نطلع الكارنيه بتاع لاعب كره قدم محترف ونروح نتجنس. واحد بيقول لي في الكومنتات، بيقول له تعرف ان الاهلي المصري فريق قوي وفاز على الاهلي 4 بس مستحيل يفوز على الاتحاد. الثقه الاوفر ديت مطمناني، اقسم بالله مطمناني. كلنا ناخد جنسيه البلد نيوزيلندا وناخد البطوله دي ونرجع كل سنه. بتعملوا ايه مع الاهلي؟ باذن الله نفوز. قال باذن الله نفوز 3-0. كده عندك 3-0. يا احنا مش هنروح بقى 3-0 كتير قوي. 3-0 علينا دي. احنا ريال مدريد كسبنا 4 بس يعني بمزاجنا، معلش بمزاجنا، انما 3-0 كتير قوي يا جدعان. يعني مش للدرجه. انتوا مش شايفيننا 3-0 كتير. 1-0 زي 2005 ان شاء الله. يا خوفي 3-0 باذن الله. 5 ايه 5 ايه يا اسطى؟ انت فاكر نفسك مين؟ فاكر نفسك جنوب افريقي؟ انت فاكر نفسك مين انت يا عم؟ فاكر نفسك سان داونز؟ 5 ليه؟ ما احنا لو خسرنا 5 يبقى نكسب البطوله. والله شوفوا نفسكم، بس ما عادش ينفع صح؟ بس احنا لما بنخسر 5 بنكسب البطوله، فاحسن لكم بلاش 5، خليها 1. حبيبي 5 خاف علي من حسن. مونديالية يا عميد، مونديالية تاريخية يا عميد. والله انا لسه اشوف الحجازي فعلا بيرفع بتاعها، بس يعني يا سلام لو الشناور رفعه. تصدق ممكن يكسب كاس العالم للانديه؟ ليه ما نكسبش كاس العالم للانديه؟ بجد ليه ما نكسبش كاس العالم للانديه؟ هل احنا ما عندناش رجلين؟ ما عندناش فريق؟ الفرق التانية بتيجي عندها حاجه غير اللي عندنا. ليه ما نكسبش؟ يعني ليه ما نقومش لاعبين الاتحاد وكاسبينه ونروح نلعب السيتي ونكسبها؟ ليه ممكن ده ما يحصلش؟ يعني ايه المشكله اللي ممكن تخلي ده ما بيحصلش؟ ما نكسب، هو ماتش يعني، هو مش ذهاب وعوده، هو ماتش. ليه ما نكسبش؟ جماعه الاتحاد تريقوا علينا. نشوف الكرة المرتدة، النتيجة ممكن تتغير في أي لحظة، مش ممكن الاتحاد، ماذا حدث للنمر الآن؟ انظر إلى روما، انظر إلى الاتحاد. مش عايزك تنسى ان احنا نجمع الفيديوهات عشان دي كلها هنزيد عليهم الجمعة الجاية. الفيديوهات دي كلها بتاعتنا احنا هنكسب ان شاء الله. اتفقنا خلاص، ده هيكسب يعني هيكسب، ما عندناش حاجة. انظر إلى العميد، نشوف الكرة المرتدة. فيديوهات مين؟ فيديوهات جماهير الاتحاد. عمرك شفت فيديوهات جماهير الاهلي؟ لا، هتشوفها يوم الجمعه. ليه؟ عشان احنا بجد هتقرا حاجه اسمها تيك توك بقى وميديا وفيديوهات وكلام، هتندم على اليوم اللي انت عملت فيه كده ان شاء الله. يعني النتيجه ممكن تتغير. والله يا نادي الاتحاد لو طاح بحلقك نادي الاهلي المصري انه راح يشويك شوي على هذا الاداء اللي قاعد تقدمه. نادي الاهلي المصري انا ابصم لكم بالعشره ان نادي الاهلي المصري راح يفوز على نادي الاتحاد بتاريخيه ومعهم نجومهم ومعهم كله ان شاء الله. يقول لك جابك الله ولا الهوى جابك. وليد الفراج ده اقسم بالله ما عرفته غير وهو بيتكلم على الاهلي. والله يا عم انا ما عنديش معرفه كتير بالاعلام السعودي، بس وليد الفراج ده اهو انا ما شفتوش غير وهو بيتكلم على الاهلي. بحس ان الاهلي عملوا مشكله في حاجه، يعني عرفت ايام ماتش الهلال بس. الاجابه يعني فعلا هذه المباراه مرتقبه، وكثير يعني من الجمهور السعودي يعرفون ان الاتحاد السعودي، نادي الاتحاد السعودي عمره ما شاء الله تبارك الله عمره ما سمع هارد لك قدام الاهلي المصري. الكلام ده يتقال لما نكون احنا بنلعب في دوري واحد او في بطوله واحده زي ابطال افريقيا مثلا، لما نكون بنلعب بعض على طول، اللي هو مثلا ايه يعني ماشي بنلعب بعض على طول مش حوار، يا عم عمره ما سمع على طول هو بيكسبنا. انما احنا ما لعبناش بعض 5 مرات، منهم مره واحده بس كانت رسميه. انتوا بتتكلموا في ايه؟ اللي هي 2005. الباقي ده كله ما بين ودي وما بين مش عارف منتشر في بطوله عربيه وحوارات كده. البطوله العربيه دي احنا ما كناش بنلعبها اصلا عشان هي بطوله وديه ما تلزمناش. فايه اللي هو عمره ما سمع. حتى بعض الاحبه من جمهور النادي الاهلي المصري ولهم تقديرهم ومحبتنا لهم، كل ما تكلموا يقول لك احنا فزنا على الهلال. ايوه مالي شغل فيك، انت لعبنا يعني نتكلم اليوم على. فاكرين النجم ده في الهلال كان عامل ازاي؟ فاكرينه؟ ساعه ما كسبنا الهلال فاكرين ده كان عامل ازاي؟ اتحاد مقدمه تاريخيه، قال لك الاهلي بنص فريقه وانا مش عارف بنص ايه يكسب الهلال برباعيه.
الاتحاد مسوي بجد كانت بصمه ترندات. بصمه، وين ما تشوف الاتحاد. في اغنيه عن جمهور الاتحاد تقول ايش تقول يا عبد الله؟ يقول لك يجيب له ربشه، ايش؟ عارفها؟ يقول لك الاتي لا لعب. شكرا للاستاذ عماد خبير مدرجات. طيب الاتي لا لعب جاب الخصم ربشه. بعض جمهور الاتحاد يقول يا اخي لا تسخنهم علينا، اذا ما قدرت تفوز على الاهلي المصري انا مش بسخنهم عليك. قول احترامنا وتقديرنا. بجد الحاجات دي كلها المفروض لعيبه الاهلي تتفرج عليها. ما في شك ان الانديه السعوديه هي العنوان الرئيسي لكره القدم العربيه الحين، ولا والله هي اراء بقى، يعني دي فيها كلام كتير، بس خليني اقول لك الكوره في مصر حاجه تانية. كوره مصر حتى لو كانت متدهوره، وحتى لو كانت وحشه، حتى لو ما كانش فيها جمهور، حتى لو ما كانش فيها فلوس، حتى لو ما كانش فيها لعيبه، بس لسه الكوره المصريه هي اول كوره عربيه. لسه الكوره المصريه في ترندات. لسه الاهلي والزمالك هو اللي العالم العربي كله بيتفرج عليه. فلسه مصر في الكوره لسه في حته ثانيه. بيجي واحد يقول لي التاريخ والجغرافيا والهندسه والجبر والرياضيات هذه موجوده. لا يعني ما حد معترض على التاريخ. نحن لسنا الان في متحف كره القدم العربيه، نتكلم على واقع كره القدم العربيه. اذا الانديه السعوديه بس لو دخلت متحف الكره العربيه هتلاقي الاهلي هو اللي في المتحف لوحده اصلا. ما خلينا متفقين برضه، ما تتكلمش في حاجه ثانيه. انت لو دخلت متحف الكره العربيه هتلاقي في الاهلي بس. مش عايز تخش متحف التحر، اصل تلاقي في التاريخ والجغرافيا والفلسفه، هتلاقي كل حاجه الاهلي العنوان الرئيسي. السعوديه في كل المحافل القاريه والدوليه ما قدرت تكون جرافه، ما في اي حد شيل. عشان ليش الدعم هذا والانفاق هذا والصرف؟ انا عموما فهمت ديتك، فهمت انت ماشي ازاي. انت ماشي بحوار اللي هو ايه، اضرب في جمهور الاهلي. ليه؟ لان جمهور الاهلي كتير وبيرد، فحلو فيديوهات تطلع والدنيا تمشي اكتر، كلام حلو وماشيه. بس المشكله عندنا في الاعلام المصري ان انت لو جيت تبص على الاعلام المصري مش هتلاقيه بيعمل كده. هتلاقيه بيقول لك ماتش بطوله بين الاهلي وبين اتحاد جده نتمنى اي حد فيهم يكسب. طب يا باشا ده راجل سعودي في اعلام سعودي ليه حق يشجع بلده. انت بقى شجع فريق بلدك، يعني تمنى الفوز لفريق بلدك، مش لاي حد يكسب بالسلام. مش لاي ما هو احنا دول عربيه، احنا مش مختلفين على ده، هنتكلم كوره زي ما ده بيعمل. المفروض الاعلام العربي يعمل، المفروض يعمل كده، المفروض يتكلم على لسان النادي الاهلي، ما يتكلمش على لسان الدول العربيه بقى الاعلام بتاعنا. بس عادي. هذا والشغل اللي قاعد يصير في كره القدم السعوديه. ان شاء الله نتمنى يوم الجمعه نشوف مباراه حلوه. اوكي، هو واحده من ثنتين، يعني ببارك لعبد الله فلاته وحامد البلوي، اوكي، ولا انا ترى صراحه انا ترى يعني مالي ابيع، يعني ممكن اقلب مع الاهلي المصري ويصير انا وسمير نطقطق على حامد وعلى عبد الله فلاته. اللي يلاقيها طلحه احمد طبعا ما له علاقه طلحه احمد مستني مانشستر سيتي يقول ننزل في الاستوديو والله العمق الهجومي ولا والخط مش عارف ايش ولا عماد عايز يسوي تبريرات عاد. لا 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 خد بالك، الاتحاد كعب وعالي على الاهلي المصري. يا جماعه ايه الحوار ده؟ ايه حوار الاتحاد؟ بالتاريخ انا مش اقول لك بديك. اقسم بالله احنا لو مشيناها كده الاهلي ما يقعد يلعب بقى. يا جماعه الاهلي ده لو قفلنا النادي كده 10 سنين ونقعد نستنى فرقه عربيه، مش هقول لك فرقه افريقيه تعمل التاريخ اللي الاهلي عمله، مش هنلاقي. خلينا متفقين يا عم، انا واحد بحب الاهلي وبتكلم بلسان الاهلي. تقولوا انتوا انا بوريك التاريخ. مفيش فريق في افريقيا ولا في اسيا والله يقول لك كعبوا على الاهلي ازاي اصلا. مفيش فريق في الدول العربيه كلها كعبوا على الاهلي. نرجع نشوف التاريخ يا تاريخ، فين التاريخ؟ الفيديو دوت اراهنك، الفيديو ده اللي اسمه الكاركي ده بيعمله، وليد فراج ده بيعمله، هيبقى الترندات يوم الجمعه. ليه؟ لان انا واثق في فريق، والله واثق في فريق بجد. شوف تتفرج ماشي. كسبنا في ايه؟ كسبنا في 92 في البطوله العربيه، وكسبنا في النخبه العربيه، وفي السوبر السعودي المصري، تمام، 3-2. ومونديال ده 2005 دلوقتي اللي هم بيتكلموا عليه، الثلاثه دول كده، والديات 2005 ده اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو من ساعتها بيقول لك كعبوا على الاهلي. بس ماشي، اتفرج على نتائج الاهلي مع الاتحاد السعودي. اي اخ ماما اتوب، واضح؟ لا 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 خد. كابتن وليد فراج، 15 من ديسمبر ستكون ملحمة جماهيرية وتكتيكية على الأراضي السعودية، ووقتها جماهير النادي الأهلي تتمنى تسمع من حضرتك بس نبي الستر.
لا مش عايزين نسمعها منه. لا يوم 15 ديسمبر اذا عدى الاتحاد ها احط لك عنوان، عارف ايش هو؟ كفايه حرام. اراهنك والله لو الاهلي كسب كفايه حرام ديت هتعمل اغنيه. هنعملها بص، هتلاقي حمو بيكا وهتلاقي مسلم، هتلاقي الناس كلها يعني المغنيين المصريين كلهم بيعملوا لك الاغنيه دي. كفايه حرام كفايه حرام. كيف هذه خايف من الاهلي المصري؟ لا بالله عليك ما انت خايف؟ يعني الوش ده مش خايف والله، حاسسك قلقان بجد. انا حاسس ان يعني لو كان نزل تحت شويه هتلاقي رجلك بتترعش. والله ماني خايف صبح ولا فكرت؟ لا والله ماني خايف. ترى المصريين انا والله العظيم انا واثق من فريقي. بس وده اللي بنتكلم فيه، هو راجل واثق من فريقه وانا راجل واثق من فريقي، كل واحد بيتكلم عن فريقه، فده ما يزعلش. اللي يزعل ايه؟ استفزاز بس المتزايد، بس الناس اللي هي بتضرب بالبلاد في بعض. كوره يا جدعان، نهزر كوره، نتكلم كوره. لا شوف يعني كاحترام اكيد احترام لا لكن خوف في كرة القدم. بالمناسبة يا جماعة عمر الشربيني. بس انا عندي نصيحة واحدة لجماهير الاهلي المصري. قول بسرعة مش قادر اعيش. نصيحة اسمع جماهير الاهلي، اسمع في نصيحة اسمع. ولأي اهلاوي مصري في هتقول نصيحة؟ قول نصيحة. والله نصيحة. قول. انت الان بتهاجم، بس لما تلقم في المباراة وتخسر وتاكل 4-5 نتيجة تاريخية، تيجي بعدها بتقول انتوا نادي عنده فلوس وعنده لاعبين وعنده مدري ايش. فانا عندي نصيحة لكم من الحين يا جماعة. احنا عمرنا ما قلنا كده، احنا لعبنا ريال مدريد ما قلناش كده، لعبنا البايرن ما قلناش كده. انت بقى واحد تسجل على البطولة ولسه بقالك زمان ما خدتش البطولة، فماشي يا عم مرحبا بيك يا عم، بس احنا ما بنقولش كده. فانت عندك مين؟ عندك كريم بنزيما، معلش يعني. جماهير الاهلي المحترمين، من الان لا حد يتكلم. انا خايف عليك والله، خايف عليك بجد. انت اسمك ايه؟ مش عارف ده الاكونت بتاعك ولا لا، بس انا يعني ممكن اعمل لك فولو لحد ما يجي الوقت ده. حاسس اني احتاج الفولو. سهله، خلونا نحلها. لا حد يتكلم ويهايد، لانكم راح تلقمون تاريخيه، لانكم راح تنسون كيف تلعبوا كوره. انتوا قاعد تهايطون قبل، احنا قلنا لكم انتوا شوف اوكلاند سيتي بعدين تعلم. ما هو احنا بناخذكم انتوا اوكلاند. فانا عندي نصيحه لجماهير الاهلي، خفف كلام، حتاخذوا تاريخيه. خذوا تاريخيه بدون ما نتكلم ونهايد ونذلكم بعدها. فخذوا تاريخيه بهدوء. وشكرا لجماهير الاهلي وجماهير العميد، نشوفكم يوم الجمعه. تعال بقول لك جمهور المصري ده فين؟ واحد بيقول طب لو حصل العكس زملكاوي. هو ده احنا بجد، ما بهزرش، ويعني سيبك من الهزار، ده احنا اللي هو مهما حصل انا واخويا على ابن عمي، ده احنا حبيبي. كوره طبعا، احنا بنهزر بنتكلم كوره. بص انت اتكلمت على الاهلي واتكلمت على الجمهور ووجهت رساله للجمهور، فخلي واحد من الجمهور يرد عليك. انت نسيت 4 حاجات. اولا ان الاهلي ما تتكلمش عليه قبل الماتش، كان غيرك اشطر، استنى لما تكسب وبعدين اتكلم، لان جمهوره ما بيهزر. رقم 2 اي نعم البطوله على ارضك، واي نعم جمهوركم موجود، بس الاهلي بيلعب على ارض الخصم احسن ما بيلعب على ارضه، فلازم تخاف. رقم 3 الاهلي ما فيش معاه ولا كريم بنزيما ولا كانتي ولا غيره، واسمع مني دي بجد والله بجد مش بيفرق. الاهلي بيلعب روحه عشان جمهوره، وعشان كده ان شاء الله هيكسب. والرابع سجل السوليه. حلوه والله، حلوه اقسم بالله حلوه. 70 مليون عشاك وبيعشق كورة، وانت بعينيهم العلي الأسطورة، فرحتنا معاه والنصر بنتمناه. 70 قايمة اللي اتاخد للأهلي في كأس العالم، جروه المعيوف مرمش حجازي يا غالم، فيليب بيكاتش هو سوي اتكاتب، مهند مسعود العليان ايوه تراسب، سلطان فابري وكورنادو كله كاندي، جوتا عبد الرحمن ومعاه فيصل الغامدي، مروان رومارينو صالح العامري، وحمد الله وبنزيما. يلا هرب يا اهلي، ربنا يستر على الاهلي يا جدعان. قايمة الاتحاد لكاس العالم. في ايه يا اسطى بتزعل ليه؟ ولا رحت فين يالا؟ هو زعل في الاخر مكان حلو. رسميا الاتحاد بيحط على اوكلاند سيتي وجاي لمواجهه الاهلي يا جدعان. اصلا انت طبيعي يا اسطى، ما تخافش يا عم، الاتحاد مش الهلال. الاتحاد بيخلص على اوكلاند سيتي. انت محتوى. رسميا الاتحاد
لمواجهه. انا مش فاهمك دلوقتي. انت لابس تيشيرت الاتحاد، جميل، وماسك في ايدك تيشيرت الاهلي، جميل. انت بتشجع مين بقى؟ انت عايز ايه؟ يعني انت فرحان ولا زعلان؟ يا جدعان احي ودول يتعمل معاهم ايه دول يا جدعان؟ دول يتعمل معاهم ايه دول يا جدعان؟ انا خايف. اهرب يا اهلي دول يتعمل. ده 3-0 مع الرأفت، 3-0 ايوه مع الرأفت مش الرأفت. 3-0 يا جدعان. الاتحاد بياكل اوكلاند سيتي 3-0 يا جدعان. ربنا يستر على الاهلي. الاتحاد بيخلص على اوكلاند سيتي. ده هي اغنيه واحده ماشي بيها اصلا. ورايح على الاهلي بعدهم يا حبيبي. عمل حفله عليهم نفضهم يا عيني. وسع العميد العالم خطر الاتحاد. عاقل ورسميا وسع لقاء الكبار. زاعم افريقيا وعامل اسيا ده الاعصار. يوم الجمعه الجايه رسمي بقى احنا يوصل بينا الحل كده. انا عايز الفيديو ده يوصل لكل لاعب. يا اسطى انت عايز ايه يا اسطى؟ اقسم بالله ما فاهمك. انت لابس تيشيرت الاهلي وبقيت ماسك تيشيرت الاتحاد. انت بتشجع مين دلوقتي؟ في الاهلي عشان يخلي عنده دم. اسمع جماهير الاتحاد جده بتقول علينا ايه؟ ايوه انت عايز ايه؟ انت زعلان ولا فرحان؟ واحنا اللي كنا عمالين نشجعهم. والله عيب، والله العظيم عيب. يا عم عيب ايه يا عم؟ الدنيا لسه من كده. يا عم في ايه؟ الناس بتقول لك 1-2 طعميه راحت فين؟ واعمل لهم 1-2 كبسه راحت فين؟ يا عم اقسم بالله الدنيا اسهل من كده. اللي انت بتعمله احنا يوصل بينا الحل كده. وصل بينا الحل. احنا ايه اللي حصل يا ابني؟ في ايه؟ انت عبيط. مسؤولية كبيرة طبعا اللي انت تكون كابتن النادي الاهلي. دي حاجة كبيرة جدا اللي انت تكون قائد للفرقة وطبعا يعني معاك فرقة كبيرة زي وحياة امك يا شناوي، وحياة امك عبد المنعم لو رقص قدامك على قفا امه. يعني لو حاول بقى ان هو يشمس وكوبري والشغل وحب يدي البنزيمه كوبري، حكمان عارفه، حكمان العقليه ديت انا عارفها، بايدك وشمع له على قفاه والله. وهات حجازه وقفه مكانه. بلاش خرا بقى. ما ولاعيبة كبيرة معاك. دي حاجة كبيرة برضو ان هم وفي لاعيبة كبيرة معايا بتساعدني في الموضوع ده. انا بالنسبة لي يعني هي بتبقى مسؤولية، والمسؤولية دي لازم تكون قدها. الحمد لله لغايه دلوقتي احنا ماشيين بشكل كويس. ده تخيل كده الشناوي وهو بيرفع كاس العالم للانديه. ممكن تحصل بجد. يا جماعه الجيل ده عمل كل حاجه والله. الجيل ده كسر ارقام قياسيه. مش عارف ليه بقى لي 3 نسخ مستني ناخد كاس عالم للانديه. يا عم نلعب برونزيه، نلعب قصدي على فضي، نلعب على اول وثاني. يا عم نلعب نهائي يا جدعان. نشوف حاجه عدله. انما يعني نفسنا، ما هو احنا عندنا رجلين زي بقيه اللعيبه، عندنا لعيبه زي بقيه اللعيبه، عندنا كل حاجه. ما هو واللعيبه الحمد لله بتحترمني وانا بحترمهم. يعني فخر ليا ان انا اكون كابتن فريق، ويعني حاجه تسعدني جدا، وحاجه ان انا اكون شايل شرط الكابتن. دي حاجه كبيره بالنسبه لي يعني. المصريين خلصوا تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي المصري في كأس العالم. قائمة الانتظار وصلت 250,000 شخص. بيرسي تاو شكله يحط ايه يا طيب. فكر اسرح بس اوعى تفكر. انا جاي الليله متنكر هتشوف. 1 2 طعميه راحت فين؟ 1 2 طعميه راحت فين؟ هلا هو مش الهتاف ده باين بنقوله لما بنبقى كسبانين. واحد بيقول لك يا جماعه هو الاهلي هيفوز على الاتحاد الساعه كام بتوقيت مصر؟ جميله. هو ماتش امتى بليز؟ ساسا ما تتفرجش على الماتش بعد بليز دي. بالنسبه لنا المباراه انتهت. ده سعودي. 1 2 هياخد فين؟ والفريق الثاني خسران فبنقول 1 كل الناس بتقول لك شفنا ده فين، مثلا انبي راح يا جماعه مع الهلال عشان هو بيبقى خسران. انتوا بتقولوها من دلوقتي من قبل الماتش اصلا. سيبهم بقى يعني، سيبهم بقى شجعونا شويه بقى يا عم بقى. انا خايف عليكم والله يا جماعه الاتحاد بجد خايف عليكم. زمان في الدم حب الأهلي وبتتمشى بيتي واصحابي وعلي من كل شكل ولون احنا معاه ومن ولا
اولا كده ربنا كرمنا وكسبنا ان شاء الله يعني باذن الله. قفشه ما يطلعش مؤتمرات صحفيه ليه؟ عشان بقى حوار ما تخافش من اللي جاي، خاف من اللي بعده والشغل. لا مش هياكل والله، ما ينفعش يعني. مش عايزين نبوظ المكسب بكام لقب صحفي كده ما لهمش لازمه. بس نسمع قفشه بيقول ايه. بتبقى صعبه، هي المشكله يكونش يعملها يقوم حاطينهم القضيه ماتش احنا عايزين 1-0 والله، مش عايزين اكتر 1-0 بس. عايزين بقى الجول اللي هيجي دوت ما يجيش في اول ماتش عشان ما نفضلش قاعدين عاملين كده وقاعدين قاعدين نعمل. عايزين الجول اللي يجي دوت يجي في اخر الماتش. احنا بنحب الاهلي، انا عايز الجول ده يجي في بلس 90. ليه؟ بيوجع اكتر، بيحرق كده يح. انا عايز الجول يجي في الدقيقه 90 بجد. المشكله في اللي جاي، المشكله اللي جاي يبقى صعب. المشكله مش في اللي جاي، المشكله في اللي بعد كده. على كل الناس فاهم، احنا الاهلي واللي مش عارف يعني ايه الاهلي يعيد التاريخ. انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال من الاول لحد الاخر، هيفضل مصنع الابطال. انا ادي الحياه وتحدي ولسه عندي قوه وعندي اعدي 1000 سد واعدي، اقوم واطلع واهد جبال. انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تيشيرت في اليابان، بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان. موسيماني وكولر وقبلهم مش عارف مين ومين. اقسم بالله الاهلي اللي بيصنع التاريخ والله. الاهلي بيجيب حد ما حدش يعرفه في العالم كله ويلعبه كاس عالم للانديه وياخد دوري ابطال افريقيا وياخد دوريات ويحطم ارقام قياسيه. احنا اللي بنعمل النجوم والله احنا اللي بنعمل المدربين واحنا بنعمل اللعيبه. الاهلي يا جدعان الاهلي. معكم انا ما اختلفت، بس جمهور الاتحاد قاعد يهايط على الاهلي المصري. للمعلوميه تدري ان الاهلي المصري يا طويل العمر في اخر مواجهه عربيه كانت، يعني اخر مواجهه مع نادي سعودي كانت امام الهلال، فريق قوي يعني لا يستهان فيه، اكل 4-0 الهلال أكل. لكن انا حاب والرابع جابوا منين؟ انت اكيد عارف. لكل مشجع اهلاوي، مشجعين الاهلي المصري على عيني وراسي، حبايبنا يا اهل مصر، بحبكم قوي. حبيبي قول بقى عايز ايه. بحبكم قوي يا عم، بنحبك حبيبي. قول بقى عايز ايه. كتير يا عم خلاص بقى يا عم، قول بقى ورانا ماتش. كتير بحبكم، بس مع الاتحاد السعودي مش هتمشي. شكلها كده هتمشي، صدقني انا عارف والله عارف هتمشي. هتاكل 4 الاتحاد هياخد حق الهلال. طب ولو الاهلي كسب الاتحاد هنجيب مين تاني في السعوديه ياخد حق الاتحاد والهلال بقى؟ يعني عندكم حد تاني ولا احنا هنقعد نلعب لما لا نهايه؟ ما عايزين نفهم برضو. صدقني واثق فيه والله حتى لو ما كسبناش بس هنلعب ماتش حلو. نفس الجماهير دي هتطلع تقول لك بس الاهلي لعب علينا ماتش بس هم كسبوا. واثق في الاهلي وان شاء الله يعني يطلع سكه في حلها. الاتحاد هياخد حق الهلال بعرق الجبين، بعرق الجبين. مش هتمشي والله ان شاء الله. هتفوز على اي نادي سعودي بعد كده كمان، مش هتفوز على اي نادي سعودي يا جدعان بجد. الاهلي مشطشط، اقسم بالله مشطشط والله، مولع عليا النعمه. ابو جلابيه المطرشه من الاهلي ده بجد. شايف الجماهير عامله ازاي يا جدعان. اهو استنى اهو خد يلا سكرين يلا اهو يلا مشطشط. فودي حط بالك يا ابني. خد يلا. ما تتكلمش مصري تاني. في ايه؟ خد يلا. بتقول كبسه هتشوف الكبسه في ملعب الجوهره. تعال فولو. هتشوفها في ملعب الجوهره، هتشوف الاتحاد هيعمل ايه. ماشي. مفيش يا بابا ارحميني، يا بابا ارحمني، مفيش. واحد بيقول له الهلال لاعب 8 لاعبين من الدقيقه 15. ماشي، عارفين الهلال لما كان لاعب كان طرد منه 2 بس مش احنا مطردينهم. ما هو انت عملت فاولات ولا عملت خرا فاتطردت، مش بسببي فاهم. مش احنا مطردينهم يعني. والله كان نفسنا الماتش يمشي حلو. عارف ليه؟ بتاع الهلال عشان برضه كنا هنكسبكم نفس النتيجه وكنا برضه هنحفل. هتاكل 3 بس برضه كسبنا، او 4 أو 5 وهتمشي، هتروح على مصر. ماشي، خليك فاكر احنا بنعمل ايه. بنجمع فيديوهات عشان يوم الجمعه قرب. هتروح على ام الدنيا. كمل حياتك هناك بقى، ما تيجي هنا وتفوز علينا. في ايه يا ابني؟ في ايه؟
انا المشطشط المولع بجد. انتوا لسه شايلين بتاعت الهلال يا جماعه؟ والله احنا اخوات يا جدعان، في ايه؟ واحد بيقول الحمد لله بنحتاج الفيديوهات دي عشان نصمم عليها بعد ما نكسب. اقسم بالله صح، والله صح. معكم انا ما اختلفت. ابو ابراهيم السلام عليكم. Je parle français un petit peu. Vas-y, on va faire. Comment s'est passé le match? Il s'est bien passé. Non, le match il s'est bien passé. On a fait un bon match. On a gagné, on a marqué 3 buts, on n'a pas pris de but. C'était important de bien commencer. Et voilà, on est content. Next game ولا الاهلي يجي. احترم نفسك يا بنزو، انا بحبك. مش عارف تقول ايه بس يعني. We will see. We will see. The next game is going to be a hard game, like because all the teams will. مشكلة فريقين قوي يعني بقول لك يا بنزو في سيتي في النهائي يعني ماشي، بس يعني في سيتي ماشي يعني ممكن تكسبنا ومال، بس في سيتي في النهائي فوق كده وقول لا. واحدة زميلي عالرايق اصل اخصمنا ابتدائي. الواد امام عاشور ده حد يفهمه يا جدعان ايه حوار كاس العالم ده؟ بقى له مع عمره ما راح، ما يعرفش. حد يقعد معاه كده يقول لي اصل كاس العالم ده بنروحه بنلعب عندنا ماتشين 3 لو كسبناه ممكن ناخد البطوله. حد يعرفه اهميه الماتش؟ امام عاشور يعني ما لعبهاش قبل كده يعني. دول اخرهم شغل زايد واحنا دايما في العالميه. اللي يسمع اسمي خان وسط الزحمه باخد ميتشان. يلا نعمل للاكتفاء للعيال ولاد الغازيه. للعيال ولاد واحده زميلي. تخيل كريم نيدفيد وصلاح محسن وعندنا موديست. ده احنا اقسم بالله ربنا يستر، بس عنده ثقه برضه في اللعيبه. علي تعالى اوريك حاجه كده. طبعا. بص كده ورايا في حاجه انا اقلب عادي يعني فيديوهات عادي، ما اقصدش. امي السلام عليكم. عليكم السلام. حبيبي في من يكتم السر؟ حبيبي عمده. رابطة النادي الأهلي في السعودية أرسلت لنا تذاكر. إيش رأيك؟ والله بصراحة جمهور الأهلي صراحة والله جمهور أعظم جمهور في الدنيا. واو. آمين يا رب آمين. أمي حضرت الشماريخ؟ حضرت الدخلات حقت الالتراس؟ دخلة النادي الاهلي. حبيبي والله حبيبي يا قلبي. اعظم اله في الدنيا. مصري دخل هنا بالجحيم واندب. يا عم والله نسكوا، اقسم بالله نسكوا يا اخي. بس انا كنت بتفرج على ماتش الاهلي والهلال مع الطلع. الاهلي ندق ان شاء الله 4. شفت جمهور الاهلي بيقول لجمهور اتحاد جده ايه؟ بيقول له ايه؟ بص يا كريم سوري ولا بنزيما ولا حجازي، بيرسي تو هو الاساسي. ولا بنزيما ولا. كفايه لحد هنا كده. الفيديو بتاعنا طول قوي 50 دقيقه. عمري ما عملت فيديو 50 دقيقه، بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. ماتش يوم الجمعه هنكسب ان شاء الله، انا واثق ان احنا هنكسب. كل الفيديوهات دي زي ما قلت لك هتشوفها وهنحفل عليها والله. ما يا ابني بص هم اللي بدأوا، وخلينا فاكرين على طول ان هي كوره بعيدا عن البلدان. مصر والسعوديه واحد. بلاش جمهور يغلط في بعضه، بلاش نقل من بعض. ده حاجه ودي حاجه. اتعامل مع الكوره على انها ترفيه عشان احنا بنديها اكتر من حجمها. انا اهلاوي بشجع فريق، انت اتحادي هلالي، اي فريق راح تشجع فريقه، شجع فريقه باحترام. واحنا جماهير بنهزر مع بعض. واضح ان في حب بين الناس زي ما انت شفت كده في المدرجات. واحد اهلاوي واقف وسط مدرجات الاتحاد، ده بيهزر وده بيضحك، ده بيقول كلمه وده بيقول كلمه. ما تاخدش الحاجات على نفسك او تزعل يعني. ونصيحه للعيبه والنبي، عايزين نكسب بجد، عايزين نكسب عشان احنا يعني عندهم بنزيما، عندهم كانتي، عندهم مين عندهم 500,000 اسم يا عم. احنا الاهلي نكسب، احنا عايزين نكسب. الماتش باذن الله هنصور الاكشن بتاعه وهنزله زي كل ماتش كاس عالم. انا نزلت ماتش الاتحاد، ونزلت ماتش الريال، ونزلت ماتش بايرن، ونزلت ماتش مين تاني مش فاكر، بس انا نزلت كذا ماتش في كاس العالم. فان شاء الله الماتش ده هينزل، وباذن الله هيكون الماتش اللي بعده ماتش السيتي. بس انت ان شاء الله. اشوفك في حلقه تانية وشاو.